السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد في عالم التطبيقات. في القناة عندي هقدر افك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، والتطبيقات الفيك، وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه يوفي سيكيورتي. التطبيق ده مساحته 142 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده تطبيق خاص بكاميرا مراقبة. كاميرا مراقبة بتقدر ان انت تجيبها، تقدر ان انت تحطها في بيتك، تحطها خارج المنزل، خارج قدام باب شقتك، آه، على سور جنينة فيلتك، حتى لو عايز تحطها جوه البيت بتاعك او جوه شقتك، بحيث ان انت تكون مراقب كل التحركات اللي بتحصل. يعني حابب ان انت عندك اطفال في البيت، عندك زوجتك، عندك والدك او والدتك، ناس كبيرة، حابب ان انت كل شوية تكون بتفتح الكاميرا، بتراقبهم، بتشوفهم بيعملوا ايه، بتطمن عليهم، عشان لو حد لا قدر الله جرى له حاجه تقدر ان انت تلحقه على طول. حد بتكلم مثلا والدتك على الموبايل ما بتردش، فانت بتكون حاطط لها الكاميرا دي بحيث ان انت تشوفها دلوقتي مثلا، تفتح الكاميرا تشوفها دلوقتي بتعمل ايه، مثلا لو هي نايمه، لو هي مشغوله، لو هي مش سامعه الموبايل، لو اي حاجه من الحاجات دي. برضو لو انت حاططها قدام باب شقتك تعرف اي مين اللي بيرن عليك، مين اللي بيخبط على بابك وانت قاعد في مكانك من خلال الموبايل. بمجرد ما تمسك الموبايل وتفتح التطبيق بتشوف اللي موجود قدام باب شقتك على طول. كذلك الامر لو حاططها على باب فيلتك وفي اي حاجه تحركات غريبه بتحصل، او في اي حد بيتحرك قدام باب فيلتك، حد دخل عدى سور الجنينه ودخل جوه، يقدر التطبيق يبعت لك على طول اشعار بان هو الكاميرا راصده تحركات غريبه، تبعت لك وتقول لك، بحيث ان انت تفتح الكاميرا وتشوف وتعرف ايه اللي موجود او ايه اللي بيحصل بالظبط. ده الغرض من التطبيق وده فايدة التطبيق. مشكلة التطبيق ان هو بيتضمن اعلانات وبيطلب منك الاشتراك وشراء التطبيق. ده غير طبعا الجهاز اللي انت بتكون شاريه او الكاميرا اللي انت بتكون شاريها عشان تحطها، بالاضافة لان التطبيق بيكون باللغة الانجليزية ومفهوش لغة عربية. بس كده ده يعتبر بس شرح للتطبيق بالنسبة للمميزات والعيوب. لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزة او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمة اكتبها في تعليقات الفيديو. بمناسبة بالمناسبة دي، لو انت شاهدت الفيديو ده او شاهدت التطبيق ده بعد نزول الفيديو باكتر من 4 5 6 شهور، واكتشفت فيه مميزات وعيوب غير اللي انا قايل عليها، ما تجيش تلومني وتقول لي في تطبيق في مميزات موجودة او في سلبيات موجودة في التطبيق انت ما قلتهاش. لان دي تطبيقات يا جماعة، تطبيقات يعني بينزل عليها تحديثات مستمرية. يعني ممكن كل اسبوع، كل 10 ايام، كل شهر تلاقي تحديث نزل. التحديث ده قد يكون ايجابي وقد يكون سلبي. فلو انت اكتشفت التحديث الايجابي او التحديث السلبي، ماشي، فاكتبه في تعليقات او تعليقات الفيديو او الكومنت بتاع الفيديو، ماشي، علشان تساعد غيرك وتفيد غيرك. انما انت لو شاهدت الفيديو بعد نزوله بيومين، 3 اسبوع، شهر حتى، هتلاقي كل المميزات وكل السلبيات اللي انا قايل عليها هي اللي موجودة في التطبيق. بس كده. لو بقى انت حابب ان انا اشرح لك فيديو معين، او حابب ان انا اعرفك طريقة الغاء اشتراك من تطبيق معين، او حابب ان انا اعرفك ازاي تفعل تطبيق معين على الموبايل بتاعك، اكتب لي في تعليقات الفيديو او راسلني على الفيسبوك على اكونت باسم مراجع برامج. وبس كده، شكرا، سلام عليكم.